السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أسرار المطبخ المصري. النهاردة إن شاء الله هنعمل طواجن كده حكاية تحفة جدا جدا جدا. هنعمل طواجن السعادة بحاجات مكونات بسيطة وسريعة مش مكلفة. هتعمليها بالمكونات اللي عندك، ما تلتزميش بالمكونات اللي أنا حطيتها من فوق، ولا التزيين ولا الكلام ده كله. اي حاجة عندك اعمليه بيها، هينفع معاكي وهيطلع 10/10. يلا بينا على طول نبدأ الوصفة ونقول اتعمل ازاي الطاجن التحفة ده. بصوا شكله يجنن يجنن، ومكوناته من جوه ايه هنعرف مع بعض في الفيديو. يلا بينا نبدأ على طول ونسمي بسم الله ونقول اتعمل ازاي الطاجن بتاع السعادة. يلا بينا على طول نبدأ الوصفة. عندي المقادير بتاعت الكيكة. هنا كوباية ونص من الدقيق، عندي كوباية من السكر، نص كوباية من الكاكاو، يعني الكاكاو والدقيق كوبايتين، 5 بيضات، كوباية الا ربع من الزيت، وكوباية لبن، وعندي طبعا 1 بيكنج باودر والفانيليا. تمام. هنضرب السوائل، يعني هنخلي الدقيق والكاكاو على جنب، وكل ده هضربهم في الخلاط. عندنا بقى المواد الجافة، الدقيق والكاكاو هحطهم على بعض وهقلب. هحط عليهم الباكو والبيكنج باودر، وهقلب كويس جدا عشان الكيكه تبقى مستوى واحد. كده خلطت المواد الجافه مع بعض، ولازم يتنخلوا يا جماعه مع بعض. نخلتهم، هننزل عليهم بالسوائل، لازم اخلط في الخلاط مش اقل من 10 دقايق ولا 5 دقايق، طبعا مش متواصل عشان الخلاط ما يعملش معاكي. هنقلب بقى كويس بسباتشولا، بالمضرب، باي حاجه عندك. لازم الدقيق ده كله يختفي. كده قلبنا الخليط مع بعض لحد ما بصوا القوام. بس انا حسيت اللون بتاعه فاتح، حطيت له معلقتين كاكاو تاني، معلقتين كبار كاكاو. كده الخليط بتاعنا ممتاز. بصوا هنصبه بقى في الصينيه بتاعتنا. دي الصينيه الوسط، السيرفيز الوسط. ننزل بقى كل الخليط. مولعه الفرن على درجه حراره 180 قبل ما اشتغل في الكيكه. هديها خبطتين عشان اي هوا من جوه ما يفرغليش الكيكه. بس كده هحطها في الفرن تستوي، وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. كده الكيكه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن بصوا اسفنجيه خالص. هسيبها بقى تهدى شويه عشان بعد كده نعمل لها الصوص بتاعها. عشان هقطعها يا جماعه، مش هخليها في الصينيه، هقطعها واعملها في طواجن ونعمل الصوص بتاعها ونشوف الفينيش بتاعها في الاخر. عندنا الكيكه بتاعتنا قطعناها وحطيناها في الطواجن. هننزل بقى عليها بلبن، هنسقسقها لبن كده. اللبن ده محطوط عليه معلقتين سكر. لو من عشاق القهوه بقى يا جماعه حطي معلقه قهوه سريعه الذوبان معاها، هتبقى تحفه طعمها. لكن انا عندي الولاد ما بيحبوش
بالقهوة، هنسقي كله ونشرب الكيكة. هنعمل الصوص بتاع الكيكة. عندنا كوبايتين من اللبن، هنحط عليهم معلقتين كاكاو خام، معلقتين كبار من هنا، وكمان عندي معلقتين سكر، حط شويه كمان. هزودهم على النار لحد ما يسيحوا معانا ويغلوا. عندي هنا حوالي 300 جرام من اي شوكولاته، اي نوع شوكولاته انت تحبيه حطيه. انا عندي هنا شوكولاته ديري ميلك بالبندق، فهحطها عشان تدي طعم كمان للصوص. هحطهم بقى على النار، هدوبهم بس الاول كده ويرفعهم على النار لحد ما يغلوا معانا. عندنا كده اللبن والكاكاو يتسخنوا مع بعض، هنزل عليهم بالشوكولاته وهدوب بقى لحد ما تسيح معايا، يبقى كده جاهز الصوص. دابت معانا الشوكولاته كده، بس حسيتها خفيفه شويه، حسيت الصوص خفيف شويه. انا مهديها خالص على النار، فدوبت معلقه نشا، وهنزل كده على الخليط بتاعي وانا بدوب فيه برضو، ما سيبهوش لحد ما يتقل ويبقى كده معانا جاهز للتقديم. كده عملنا الصوص بتاعنا. بصوا السمك بتاعه اهو، طبعا هو فيها مكسرات الشوكولاته، فهناخد في كل طاجن كده هنوزع طبعا. هسيبها تبرد خالص عشان يتقدم وهو بارد شويه. كان الصوص طبعا لسه سخن. كده لما برد الصوص معانا، بصوا دي البواقي بتاعت الكيك، هنحطها كده من فوق، فتحناها وحطيتها من فوق كده على وش الصوص اللي احنا عملناه. طاجن حكايه. التزيين ده يرجع لك انت بقى، عندك اي حاجه حطيها. بس لازم الوش يشد شويه عشان تقدري تحطي اي حاجه انت عايزاها. تمام كده. عندك بقى اي حاجه من فوق، اي نوع بسكوت، بصوا لقيت الشوكولاته البسكوت كان كتير على الطاجن، فقلنا نخليها واحده بس ونحط معاها قطع من الشوكولاته. اي نوع تزيين انت عايزاه، ما تقفيش على حاجه.
كده بقى الطواجن بتاعتنا بصوا تحفه، جميله جدا والطعم تحفه. طبعا هسيبها تهدى خالص لان لسه برضو سخنه، هحطها في التلاجة وتقدمها للولاد بقى وكده. الطعم يعني بصوا ما اقولكمش، تحليه تجنن. يا رب يكون نال اعجابكم الفيديو بتاع النهارده، واستنوني فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله. بترككم في رعايه الله، بس ما تنسوش لايك وشير الفيديو وننزل نعمل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.